السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. طبعا أمس كانت أول جلسة مع المجرم أحمد نجاد في محكمة الاستئناف، وإن شاء الله السبت القادم بتكون الجلسة الثانية الذي بيصدر القاضي فيه بالحكم على المجرم أحمد نجاد. وإن شاء الله بإذن الله إن القاضي الذي ماسك القضية في محكمة الاستئناف يصدر الحكم الذي يرضي الله ورسوله، ويرضي الطفلة جنات، ويرضي طاهر السياغي أبو الطفلة جنات، ويرضي الشعب اليمني كامل. حكم شرع الله على المفسد في الأرض الذي هو القصاص. طبعا يوم طاهر السياغي أبو الطفلة جنات استأنف الحكم الذي أصدره القاضي يحيى عبد الكريم المنصور، وتحول الملف من المحكمة الجزائية إلى محكمة الاستئناف. على ما سمعت إن في بعض القضاة في محكمة الاستئناف اطلعوا على الملف وعلى الأدلة التي موجودة في الملف، واطلعوا على الحكم الذي أصدره القاضي يحيى عبد الكريم المنصور على المجرم أحمد نجاد، وقالوا إن الحكم هذا ظالم، ولكن احنا لا نطرح ثقتنا الكاملة بهم مثل ما طرحنا ثقتنا في القاضي يحيى عبد الكريم المنصور. احنا الذي علينا نخلي أملنا بالله فقط، نخلي أملنا بالله كبير فقط، ونتمنى من القاضي الذي ماسك القضية في محكمة الاستئناف بأنه لا يخذل الطفلة جنات وأبو الطفلة جنات طاهر السياغي، ولا يخذل الشعب اليمني كامل. ونسأل الله عز وجل بأن القاضي الذي ماسك القضية في محكمة الاستئناف بأنه يحكم على المجرم أحمد نجاد الحكم الذي يرضي الله ورسوله، ويرضي الطفلة جنات وطاهر السياغي أبو الطفلة جنات، ويرضي الشعب اليمني كامل. حكم شرع الله على المفسد في الأرض الذي هو الإعدام. وكثر الله خيره وبيض الله وجهه.